محمد الشياعي السوداني، ليش سويت هذا القرار انه الرواتب مو كان 30 يوم تصير 45 يوم؟ يعني هاي العالم وين تروح؟ بس اريد افتهم. طبعا رئيس الوزراء محمد الشياعي السوداني اول قرار انطاه بعد ما استلم الحكم لسنة 2025. يعني تخيلوا كل 30 يوم الموظفين يستلمون رواتب، بعد ماكو هذا الشيء، صار كل 45 يوم. يعني الموظف وين يروح؟ عنده ايجار، عنده كهرباء، عنده مولد، عنده نت والى اخره. يعني بس اريد افتهم ايش وقت يلحق يدفع فلوس العالم؟ بس اريد افتهم. يعني هذا القرار اول ما صار رئيس الوزراء قبل سوى هذا القرار 30 يوم 45 يوم، تخيلوا يعني. وبس حبيت انوه على معلومه انه هذا القرار اصلا ما موجود، يعني مجرد بيجات نشرت هاي الاشاعه مال الموظف يستلم كل 45 يوم الراتب مالته. اخوان هذا الشيء اصلا ما موجود، الراتب يستلم الموظف كل 30 يوم. يعني اي قرار انه يوم 45 يستلم الراتب نهائيا ما موجود هذا الخبر، فلا حد يصدق بالبيجات. وتحياتي لكم.